الفجر على الناس. سجلوا اللهم طيبا نافعا ان شاء الله تبارك الله. تبارك الله رقية فجر اللهم طيبا نافعا ما شاء الله تبارك الله. ترك ثبوت. تبارك الله. بارك على طريق فجر ترك منطقة تبوك تصوير مبالغ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. اليوم الأحد 16/4/1444 ما شاء الله تبارك. والله يا الرابع رابغ الآن تتعرض لهطول أمطار غزيرة. شوف السيارة دي كيف، هذا السور اللي فوق. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله يعوضكم خير يا شيخ. لا إله إلا الله.
إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يعوضكم خير يا شيخ. الله يعوض. رابغ الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهد أقل ما توصف به بأنها مشاهد إعصارية تعرضت لها مدينة رابغ في المملكة العربية السعودية. لكن في البداية وقبل أن نتعرف على تفاصيل ما حدث، لا تنسى الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعم المقطع بالإعجاب. وإذا أردت أن تصلك أهم الأحداث وأهم المقاطع القادمة فور تحميلها، فعليك بالاشتراك في هذه القناة لننقل لك الخبر موثقا من مصدره. وتعالوا إلى تفاصيل هذه المشاهد التي نراها الآن. هذا المشهد مشهد لسقوط أحد الأبنية على هذه السيارات، فحدث بها دمارا وخرابا هائلا. وننقل لكم هذه الأخبار وهذه المشاهد عن بعض المواقع التي تهتم بأخبار الطقس، منها موقع طقس العالم كما تشاهدون الخبر الآن. كما ننقلها لكم أيضا عن بعض المواقع الأخرى، منها موقع صحيفة سبق وغيرها من المواقع الأخرى. وهذه بعض المشاهد لصواعق أحرقت بعض المنازل. أمام هذه المشاهد لا تعجز عن قول سبحان الله، سبحان من يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويصرفها عن من يشاء. حدث هذا المشهد أيضا في مدينة رابغ اليوم. وهذه مشاهد أخرى لسحب سوداء مظلمة مرعبة مخيفة ممتلئة ومحملة بكثير من المياه. نسأل الله وندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم احفظ أهل رابغ وأهل المملكة العربية السعودية. هذا وقد أصدر أمن الطرق تنبيها لمستخدمي طريق جدة رابغ وخليص وعسفان والكامل بمنطقة مكة المكرمة من هطول أمطار غزيرة وسيول. وقال أمن الطرق عبر حسابه في تويتر: ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من جدة ورابغ وخليص وعسفان والكامل بأن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة يصاحبها جريان سيول ونشاط قوي في الرياح السطحية، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات. ووثقت إمارة مكة المكرمة بعض المقاطع والفيديوهات لسقوط الأمطار الغزيرة بمدينة رابغ، حيث أدت إلى تدن في الرؤية وبطء في حركات سير السيارات. وذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع تويتر أنه يتوقع هبوب العواصف والأمطار بمنطقة رابغ